مع بداية الحرب الأوكرانية الروسية طبعا إسرائيل أعلنت خطة واضحة بأنها تنوي إحضار 21 ألف مهاجر يهودي أوكراني إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي تهدف بذلك إلى يعني حالة من الفوز الديموغرافي على سكان الأرض الأصليين الفلسطينيين. وبالتأكيد فإن هذه الخطوة تعني جلب المزيد من المعاناة للشعب الفلسطيني، لأن إحضار هذا العدد الكبير من المهاجرين اليهود الأوكران إلى نظام الاحتلال، إلى دولة الاحتلال، يعني بالتأكيد مزيد من عملية بناء للمستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية. وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدي إلى انتزاع مزيد من انتزاع للأراضي الفلسطينية، وبالتالي زيادة المعاناة للشعب الفلسطيني. وبالتأكيد فإن إسرائيل تهدف دائما في استغلال الحروب والأزمات، وتستغلها دائما بشكل خبيث من أجل إحضار المزيد من اليهود إلى نظامهم الاحتلالي. ويجب أن نعرف أنه حسب آخر الإحصائيات الموجودة بأن ما يزيد عن 48% من سكان دولة الاحتلال هم أصلا لم يولدوا في إسرائيل، وأكثر من 38% حسب آخر الإحصائيات هم ولدوا في إسرائيل، إلا أن آبائهم وأجدادهم أصلا ليسوا لم يولدوا في إسرائيل. وهذا يدل على أن دولة الاحتلال على أن معظم سكان دولة الاحتلال هم في الأصل من المهاجرين، وهم ليسوا من أصحاب الأرض الأصليين. فإسرائيل لا تتوانى في استغلال مثل هذه الفرص من الحروب ومن الأزمات من أجل إحضار المزيد من اليهود إلى دولتهم المزعومة. بالتأكيد فإن جلب نظام الاحتلال إلى هذا العدد الكبير من المهاجرين الأوكران هو يعد انتهاك للقانون الدولي وانتهاك للقواعد القانون الدولي العرفية، ويعد هذا الجلب لهذا العدد الكبير من المهاجرين هو انتهاك جديد لاتفاقية جنيف الرابعة، لا سيما المادة 49 منها، والتي حظرت على دولة الاحتلال أن تقوم بعملية نقل الفردي والجماعي إلى الأراضي المحتلة. بالتأكيد فإن إسرائيل بهذه القواعد هي تضرب بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي، وتضرب وتعتبر وتنتهك من جديد اتفاقية جنيف الدولية، أو اتفاقية جنيف الرابعة الدولية. وكما ذكرنا بأنه جلب إسرائيل لهذا العدد هو يعد انتهاك للقانون الدولي، انتهاك جديد لاتفاقية جنيف الرابعة. وبالتأكيد أنه يجب على كل المنظمات الدولية والحقوقية، ويجب على قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بالتحرك العاجل لمنع هذا الإجراء، إما باللجوء إلى المؤسسات الدولية باتخاذ قرار لمنع هذا الأمر، وإما باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن هذه تشكل جريمة حرب جديدة بحق الشعب الفلسطيني. يجب على الكل أن تتضافر كل الجهود الدولية والوطنية والمحلية من أجل منع هذه الجريمة الجديدة بحق الشعب الفلسطيني، لأنه كما ذكرنا بأن جلب هذا العدد الكبير من المهاجرين الجدد إلى دولة الاحتلال يعني بالتأكيد هي زيادة معاناة للشعب الفلسطيني، وبالتأكيد هي زيادة اغتصاب للأرض الفلسطينية، بالتأكيد هي زيادة بناء للمستوطنات اللي في داخل الأراضي الفلسطينية. فيجب التحرك العاجل لوقف مثل هذه الهجرة والهجرات المماثلة لها.